والنعمة وين من الله، والخير ده بأنهارها ومياهها وأنباتها وحيواناتها وثرواتها البشرية والمادية هي ملك لله جل وعلا. ما خاف، فلا تخشوهم واخشوه. من خاف من هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا، ما بيوقروا الله جل وعلا، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. تلجأ لهم ليه؟ ماذا يغني عنك؟ غرك هذا التطور التقني والتسابق في الدنيا. عدل الله جل وعلا جعل لهم الدنيا وجعل لنا الآخرة. أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ حديث في الصحيح قال يا رسول الله، فارس والروم الدولين العظميين فيما هو فيه من النعيم، وأنت رسول الله على هذه الحال. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا بعدل الله ما ظلمهم، ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لكنها لا تساوي. إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.